في مواجهة من العيار الثقيل، النادي الأهلي في مواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي، مواجهة الأشقاء في جحيم راكدس كما يطلقه الجماهير التونسية. هل هيكون جحيم النهاردة ولا هنشوفه بردا وسلاما على النادي الأهلي وجماهيره اللي دايما اتعودوا ان هم يلعبوا تحت الضغط ويأدوا أداء عالي؟ ودايما كنا بنشوف ونعاهد لعيبة النادي الأهلي انها بتتحول في المواقف الصعبة وبتقدر انها يعني تبذل المجهود الأقصى والاستفادة الأقصى للنادي الأهلي تحت الضغط، لأن ده دايما اللي بنسميه روح الفانيلا الحمراء. المواجهة النهاردة فيها 16 لقب إفريقي، النادي الأهلي صاحب نصيب الأسد منهم وهو 12 لقب، ونادي الترجي الرياضي التونسي صاحب الأربع ألقاب. المواجهة دي يا جماعة هي المواجهة رقم 21 بين الفريقين، يعني لأن الفريقين التقوا قبل كده في 20 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. قدر النادي الأهلي إنه يفوز في 12 والترجي في 3، والتعادل كان سيد الموقف في 5 مباريات و5 مواجهات بين الفريقين. طبعا مباراة كبيرة وعظيمة، ونتمنى انها يسودها الروح الرياضية وروح الاشقاء بين الاخوات. طبعا عايزين ننوه ان النادي الاهلي في هيحرم من جماهيره في مباراة العودة، ولكن نادي الرياضي الترجي التونسي كامل العدد بالنسبة لجماهيره. كل التوفيق للفريقين، وحابين ننوه ان في حملة ممنهجة على محمد علي بن رمضان، وده لاختياره النادي الاهلي في بداية الموسم، وده علشان طبعا كان نادي الترجي الرياضي التونسي طبعا في عودته من جديد، لانه احد من ابن من ابناء نادي الترجي التونسي. عشان كده بيصفوه بالابن الضال، وفي حملات ممنهجه ضده، وان شاء الله ما يكونش ده بيأثر بالسلب على اللعيب. شفنا قبل كده لعيبه كبيره اتحطت تحت الضغط وسجلت، زي امام عاشور، زي زيزو، زي كهربا، زي لعيبه كتير في النادي الاهلي وفي سجلات النادي الاهلي لعيبه كتير جدا جدا جدا. كل التوفيق للفريقين، وان شاء الله نشوف مباراة ممتعة ولا يشوبها شيء وتسودها الروح الرياضية بين الفريقين وكل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره.